دي السبلمنتس بتاعتي. انا بعد الفيديو ده شركات السبلمنتس هتقتلني، هترفع عليا قضيه، هيبعتوا هيت مان، بس هيبقى طبعا مأنجك فشخ، علشان بتاع شركة سبلمنتس، وبينزلوا بهليكوبتر وكلهم عضلاتهم كبيرة وهيختلوني. انا متأكد، بس مش مهم. واظن زي ما انتوا خدتوا بالكم انا مش في البيت، فمع الاسف معيش المايك بتاعي، فاضطريت ان انا اشوف اي بديل، بس مش زي عزيزة. عزيزة. المهم يلا نبدأ فيديو النهاردة. انت على اخر الفيديو ده هتبقى عارف 3 حاجات. واحد، ازاي شركات السبلمنتس بتغش السبلمنتس، وايه السبلمنتس اللي عاده بتتغش، واخيرا ايه السبلمنتس اللي انت تشتريها وتستاهل انك تحط فيها فلوسك، وايه الحاجات اللي ملهاش لازمه. النهارده انا هتكلم على 6 سبلمنتس، ودول هيبقوا اكتر 6 سبلمنتس مشهورين عامه في مجال الفتنس، واكتر حاجات الناس دايما بتيجي في دماغها لما بتتكلم عن فكره السبلمنتس. هتكلم عن هل هم يستاهلوا ولا لا، واذا الاجابه يستاهلوا انك تشتريهم، تحط فيهم فلوس او تستعملهم مفيدين، تجيب ايه وانواع ايه والشركات ايه، طب ازاي تعرف هل النوع ده كويس، مغشوش، لا، يستاهل، شغال، وحش. كل ده هنتكلم عنه. بس قبل ما ابدا حابب اديكم قصه صغيره كده عن شركات السبلمنتس عامه. يعني من فتره كده في مصر كان في زي يوتيوبر معروف، اعتقد اسمه بامبل بي، عمل كذا فيديو ان هو بيجيب منتجات، منها منتجات سبلمنتس ومنها منتجات اللي هو مثلا بروتين بارز، مش عارف، هاي بروتين بافس، بروتين اوتس، حاجات زي كده، وحللها واكتشف ان في حاجات كتير منها كانت غلط. يعني اللي مكتوب بره على النيوتريشن ليبل او الحاجات اللي هي الادعاءات اللي هو المنتج ده فيه 20 جرام بروتين، لما جه هو حلله اكتشف ان فيه مثلا 3 4. الفكره ان طلعت دراسه عملت كده في كذا سبلمنت. ففي دراسه اتعملت في امريكا على موقع امازون المشهور، دخلوا على امازون كتبوا تستوستيرون بوسترز، المنتجات اللي بترفع التستوستيرون، وجابوا اكتر 5 عليهم ريفيوز عاليه واكتر 5 عليهم مبيعات، وجم عملوا لهم تحاليل. يعني مسكوا السبلمنتس دي وقال لك انا هحلل التوب 5 دول اللي هم اكبر 5. اكتشفوا ان 3 من ال5 هو اصلا مش كاتب لك المنتج ده فيه كميات قد ايه. مثلا كاتبين فيه فيتامين A وبي وسي، ومش كاتب لك قد ايه A وقد ايه B وقد ايه C. فهو ممكن يكون حاطط لك مثلا رشة فيتامين A، قال لك ده انا منتجي مليان فيتامين A. فدي كانت اول حاجه تخليك تقلق. تاني حاجه، المكونات اللي كانت معموله من التستوستيرون بوسترز دي ما كانش ليها زي ما نقول ايه اسس او حاجات علميه تسابورت بنسبه كبيره ان هي ليها فعلا نتيجه في زياده التستوستيرون. واخيرا وليس اخرا، الناس اللي كانت كاتبه الريفيوز او الناس اللي بتقول اللي هو زي الحاجات الايجابيه عن المنتج واشترت وده حلو وانا شفت النتيجه، ده غالبا اللي هم بيسموه البلاسيبو ايفكت. يعني انت لما شخص مثلا تشتري حاجه جديده، بيبقى عندك نوع من انواع الحافز، عايز تلتزم اكتر، عايز تنتظم اكتر، فغالبا هو ده اللي وراك نتيجه، انك نظفت اكلك، اتمرنت احسن، بقيت مهتم بالموضوع، مش السبلمنت. تاني حاجه، عملوا نفس الكلام تاني بس مع شركات سبلمنتس عامه في منتجات الواي. و هحط صوره الريسيرش هنا في مكان ما، الجدول اللي هم عملوه في اسامي الشركات، هم ذاكرين اسامي الشركات بالاسماء. اكتشفوا ان مثلا الشركه بتقول ان هي فيها 20 جرام بروتين، 20 جرام، اكتشفوا ان هو في 3 بس او 2 وحاجات كده. ودي شركات يعني تعتبر شركات موجوده، مش اكبر شركات في يعني مجال الفتنس او عالم السبلمنتس، بس شركات موجوده وكبيره. فدي كانت حاجه تانية. فده كله كلام يعني في امريكا، اللي هو تعال نقول من اشهر البلاد اللي هي ليها كونسيومرز او مستهلكين للسبلمنتس عامه. والمفروض ان هم عندهم يعني شركات بقى بتراقبهم ومش عارف ايه وكل الكلام ده، وستاندرز معينه، والاف دي اي بتاعت الاكل هناك وكل الحاجات دي. وستيل بيحصل موضوع الغش، فدي حاجه نحطها على جنب. بس لحد دلوقتي انا بتكلم على غش الكميه مش غش النوع. فانا دلوقتي هبتدي اقول لك السبلمنتس، وهبتدي اقول لك ايه الانواع اللي فعلا ملهاش لازمه انك تجيبها، وان ده يعتبر غش في النوع، بس انت مش فاهم علشان طريقه الليبل او طريقه الماركتينج او طريقه الاعلانات بتهيئ لك ان لا، النوع ده احسن، مع ان في الحقيقه هو يعتبر غشك في النوع، عشان النوع ده ارخص له، مش هيوريك انت نتيجه، بس هو بيماركته لك بطريقه ان النوع ده جامد جدا. فاهم قصدي ايه؟ فاول سبلمنت هتكلم عليه هو الامينو اسيدز والبي سي اي اي او الاسينشال امينو اسيدز. كل ده هنحطه في كاتيجوري واحد. فمبدئيا البروتين اللي انت بتاكله معمول من امينو اسيدز، والامينو اسيدز دول عندنا 20 نوع. فالبروتين الكامل معمول من 20 امينو اسيدز. ال 20 دول 9 منهم اسمهم اسينشال، يعني جسمك مش بينتجهم، جسمك مش بيفرزهم، فانت لازم تجيبهم من الاكل. 3 من ال9 دول هم دول البي سي ايز او البرانش تشين امينو اسيدز.
اشهر حاجه واهم واحد مشهور فيهم هو اللوسين. ليه؟ علشان اللوسين هو اللي بيبدا العمليه اللي هي اسمها الماسل بروتين سينثيسيس. عشان باختصار اللوسين لما في جسمك او في الدم بيعلى، جسمك بيقول لنفسه يلا نبدا عمليه اللي هو بناء العضلات او الريكفري او الاستشفاء او اي حاجه. فعشان كده اللوسين مهم. طب الناس اصلا بتاخد البي سي ايز ليه؟ يعني ليه الناس تيجي تقول لك انا هاخد البي سي ايز؟ علشان كان في معتقد بيقول لك يعني ان انت لما بتتمرن خلال التمرين جسمك بيبقى عليه مجهود، عليه ستريس، فانت ممكن تدخل في حاله اللي هو اسمها الكاتابوليك، اللي هو يعني العضلات بتتدمر وبتروح منك. فانت لازم تديله حاجه انابوليك، حاجه عكس الكاتابوليك، حاجه تحافظ على العضلات وتزود العضلات. فمن هنا جت فكره البرانشين امينو اسيدز. وده كلام منطقي، يعني كلام جميل. بس تعال نفكر في الموضوع كده. اللوسين اللي هو اهم حاجه في برانشين امينو اسيدز عامل زي مفتاح العربيه. فاهم قصدي ايه؟ يعني انت لو معاك مفتاح العربيه هتفتح باب العربيه وممكن تدور العربيه، بس مش هتعرف تمشي بالعربيه لو العربيه ما فيهاش بنزين، ما فيهاش زيت، العربيه بايظه. هو مهم كبدايه وان هو يبدا حاجات كتير، بس من غير بقيه الحاجه، من غير بقيه الامينو اسيدز اخواته، هو ملوش لازمه قوي. ده غير ان احسن ريسيرش يعني معمول بدقه وكان ليه اكتر نتائج ايجابيه اتجاه البرانشين امينو اسيدز، كان بيقول لك ان هو مش انابوليك، يعني هو مش هيخليك تبني عضلات. هو بيست كيس سيناريو، يعني احسن حاجه هو ممكن يعملها لك ان هو يحافظ لك على العضله، فان هو مش هيزودك. هو احسن حاجه ممكن يعملها ان هو يحافظ. فيعني تمام. فمن هنا بدات فكره اصيع شويه، اللي هو جه حد قال لك طيب بدل ما اخد 3 من الامينو اسيدز، طب ما اخد ال9 الاسينشال. ومن هنا طلع فكره منتج الاسينشال امينو اسيدز. ونظريا برضو دي فكره كويسه، يعني نظريا. بس هياتي هنا السؤال، طب ايه الفرق ما بين الاسينشال امينو اسيدز وان انا اخد بروتين كامل بقى؟ يعني ليه اخد ال9 الاساسيين؟ ما انا ممكن اخد حاجه زي واي فيها 20 كاملين واخلص. الفكره ان هو جه قال لك لا، دي امينو اسيدز، دي متكسره جاهزه، ده انت لما تشربها هتدخل في الدم على طول فجسمك يستفاد بيها اسرع، فانت مش هتبدا عمليه اللي هي الكاتابوليك وتدمير العضلات في التمرين وكل الكلام ده. نظريا الكلام ده صح، عمليا والريسيرش لا. علشان يعني عملوا ريسيرش واكتشفوا يعني ان طريقه تكوين جدار المعده، وقصه طويله حزينه كده ملهاش لازمه. المهم يعني ان انت جسمك واقعيا بيعرف يكسر ويمتص البروتين الكامل احسن من الامينو اسيدز لوحدها بس. فهنا انت ممكن تيجي تقول لنفسك اذا اصبح ان مفيش فرق ما بين الواي نظريا بقى والامينو اسيدز، عشان انا جسمي بيكسر الواي كامل زي الاسينشال امينو اسيدز. فانت استفدت ايه؟ هل ده معناته ان البي سي ايز او الاسينشال امينو اسيدز مالهمش لازمه؟ والله بص، يعني انا الصراحه كفهد كنت بشتري هذه السبلمنتس خصوصا وانا بعمل دايت. يعني بعد الكميه اللي عندي ما تخلص، عشان انا لسه شاري الصراحه من شهرين ولا حاجه، لسه ما خلصوش عندي، مش هجيب تاني. بس هقول لك يعني هو ممكن يبقى ليه استفاده لمين؟ ليه استفاده لو حد مثلا معاه فعلا فلوس زياده هو ناوي يصرفها في السبلمنتس، مش عارف يجيب بيها ايه، هات بيها اسينشال امينو اسيدز او بي سي اي، مش هيخسر. بس لو انت مثلا خايف من الحاجه دي ومعكش الفلوس وخايف عضلاتك تتكسر ومش عارف تعمل ايه، انت مش محتاجه. لو انت ما بتتمرنش على بطن فاضيه، يعني انت لو بتتمرن صايم ممكن تحتاجه، ممكن. وساعتها هيبقى ان انت تشرب سكوب واي بروتين مثلا او نص سكوب واي تقعد تشربه خلال التمرين، هيبقى احسن لك بكتير جدا من ان انت تاخد برانشين امينو اسيدز او اسينشال امينو اسيدز بس، عشان هيبقى معاك البروتين كامل، جسمك بيكسره اسرع. بالعكس هو مش هيحافظ، لا الواي بيبني كمان، فانت واخد خطوه زياده، فانت المستفيد كده يعني. فدي حاجه انت ممكن تعملها، او ممكن تعمل حاجه اريح من كده بكتير، وانك ما تتمرنش على بطن فاضيه، ما تتمرنش صايم، تاكل حاجه فيها بروتين صغيره قبل التمرين. فالبروتين ده هيفضل في جسمك وبيتهضم وبيتكسر خلال التمرين، علشان احنا بني ادمين مش عاملين زي الكمبيوتر، يعني مش هتدوس انتر فالعمليه بدات وتدوس ديليت العمليه خلصت، تاخد وقت. فانت لو كلت وجبه قبل التمرين فيها واي، يعني مش فيها واي، فيها بروتين عامه، هتفضل في جسمك. ولو بعد التمرين كلت واي تاني او وجبه فيها بروتين عامه، هيفضل برضو بروتين في جسمك. فانت خلال الفتره دي كلها البروتين موجود في جسمك وفي دمك، فانت صعب تدخل في الحته اللي هي الكاتابوليك اللي هي بتاعه تدمير العضلات. وده يدخلنا لحبيب الملايين ومعشوق الجماهير، الكرياتين. كرياتين اشهر سبلمنت دايما اتعمل عليه ريسيرش واتهرس وامان وسيف وكل حاجه في الدنيا. بس انا النهارده هتكلم على حاجه معينه، هتكلم على ان انت واحد، انت مش محتاج غير الكرياتين مونوهيدرات، مش محتاج اي نوع تاني. اي نوع تاني ده تعال نقول عليه ضحك على الدقون، ملوش لازمه، دعايه، مفيش ريسيرش قوي بيأيد الموضوع ده. وان اكتر نوع اتهرس واتعمل عليه ريسيرش ومضمون وكان ايجابي هو الكرياتين مونوهيدرات. دي اول حاجه. تاني حاجه،
الكرياتين مونوهيدرات ذات نفسه في منه انواع كتير، واشهر هذه الانواع هو النوع اسمه كريا بيور. طيب ايه بقى الكريا بيور؟ يعني ده نوع من انواع الكرياتين مونوهيدرات، بس هو عباره عن ايه؟ والله بص، السوق كله في العالم مش في مصر بس، السوق كله في العالم الكرياتين اللي فيه بنسبة 99% صيني أو مصنع في الصين أو جاي من الصين، ليه علاقة من الصين. النوع الوحيد اللي تقريبا لحد علمي، قد يكون في نوع تاني وانا مش عارف، بس النوع الوحيد اللي مش صيني هو الكريا بيور، ده ألماني. طيب فايه اللي يميزه عن الصيني؟ يعني فرقت في ايه لو ده ألماني وده صيني؟ يعني هل هي جنسيات؟ لا، الكريا بيور عشان يعني يبقى كريا بيور غير ان هو الماني، بيمر بمجموعه تعال نقول عليها تيستنج ومراحل معينه هو لازم يعديها وينجح علشان ياخد هذه الكاتيجوري. فبتيجي مثلا انا مثلا تيجي شركة تانية تقعد بقى تختبره وتعمل له تيست وتتأكد ان هو بيور وان هو ما فيهوش كيميكلز وان هو مش عارف ايه وان هو اب تو ستاندردز معينة. واشهر كرايتيريا او اشهر حاجة الكريا بيور ده يعني مميزة فيه ان هو 99% بيور، 99% صافي. فانت طبعا لو معاك الفلوس او معاك، عشان هو بيبقى اغلى شوية من الكرياتين المونوهيدرات العادي، فانت طبعا لو معاك الفلوس او موجود وضامن ان ده مثلا شركة او منتج معروف وقادر تجيب لي كريا بيور، هاته طبعا مش هيحصل حاجة. ولو ما لقيتوش وعايز تجيب حاجة تانية، هات مش هيحصل حاجة برضو. بس خلي بالك هتلاقي في منتجات تانية زي مثلا المنتجات اللي انا لسه جايبها دي مش كريا بيور عشان ما كانش عندهم، وكان اغلب حبة حلوين في نفس الوقت. بيجيبوا شركة بيسموها third party، يعني انا المصنع بجيب شركة تانية ملهاش دعوة، بدفع لها فلوس عشان تيجي تحلل حاجتي، عشان بس تديني شهادة او تديني سيرتيفيكت، يعني شهادة بتقول الحاجة دي جودتها كذا. فالشركات اللي بتجيب شركة third party، شركة ملهاش دعوة، بتحلل وبتاخد شهادة ان هو مثلا 98 99% بيور 97% بيور، دي هتبقى اقرب وانضف حاجة انت ممكن تلاقيها للكريا بيور. واصبحت مش فارقة، اصبح هنا تقريبا الفرق 1% ولا حاجة، مش رقم، وهيبقى فرق بس مسميات، ده الماني، ده كريا بيور، ده مش عارف ايه كده. فانت لو عايز تجيب كرياتين حاول فعلا تجيب حاجه كرياتين مونوهيدرات، اي حاجه تانية ملهاش لازمه، ملهاش لازمه، انت بترمي فلوسك على الارض، بيضحكوا عليك، دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا حاول تجيب كرياتين نوع كويس. فانت لو ما لقيتش كريا بيور زي ما احنا قلنا، ده اكتر حاجه معروفه نظيفه مشهوره مش عارف ايه، هات حاجه يبقى معمول عليها تيستنج وكاتبين ان ده مثلا 97% بيور 98% بيور. يستحسن يبقى برضو اللي عامل التيست واللي طالع النتيجه دي شركه بره عن الشركه المصنعه. ده الكرياتين باختصار. وانت مش محتاج اي حاجه تانية مع الكرياتين، يعني ما تخليش حد مثلا يقول لك اصل المنتج ده فيه كرياتين وسكر، فانت ايه يعني يضحك عليك ويبيعه لك بسعر اغلى او يعني ماركتينج كده يعني. فانت كل اللي محتاجه كرياتين مونوهيدرات عادي. دلوقتي هنتكلم على السبلمنتس اللي الرجاله كلها مستعده تصرف فيها كل ما تملك قدامها ووراها، لو الشركات دي بتوعد بيه هيحصل في الحقيقه، وهو التست بوسترز. التست بوسترز والله انا طول عمري ضدها وساظل ضدها لحد ما يحصل طفره علميه، بس يعني انت نقول اللي لينا واللي علينا بغض النظر عن اهوائي، بغض النظر عن اهواء الشخصيه. اغلب التيست بوسترز بيبقى فيها منتجات كتير قوي، هي من جوه المنتج ذات نفسه مليان مكونات كتير قوي، فانت لازم تبقى عارف ايه المكونات اللي من دي اللي فعلا ممكن تبقى ليها نتيجه ايجابيه على ان انت التستوستيرون بتاعك يترفع طبيعي. اغلبهم ما فيهمش هذه المكونات، دي اول حاجه. تاني حاجه المكونات اللي تعال نقول عليها قد تكون الى حد ما كبير في منها امل، هم لحد دلوقتي مكونين او يمكن ثلاثه، اشهرهم الاشواجندا. الاشواجندا مؤخرا اتعرفت انها بترفع التستوستيرون وكويسه بتاع وكل حاجه. الاشواجندا تقريبا شاكب راكب اتعمل عليها حاجه تقريبا على حسب معلوماتي 4 ريسيرش مختلفين، وقال لك ان هو يعني ليها حاجات تعال نقول عليها بروميسنج، احتمال تبقى كويسه، كلها نتائج ايجابيه لحد دلوقتي، بس الموضوع ما اتعملش عليه بحث كفايه. بس بعد ده كله يعني اخرها يعني او الرينج اللي هم بيتكلموا فيه انها ترفع التستوستيرون بتاعك طبيعي قد ايه، هو حوالي 96 نانو جرام بالديسيليتر، يعني اللي هو من الاخر يعني 96 بس. تعال ناخد الموضوع بهذه البساطه، يعني 96 بس. ده الاشواجندا.
طيب الحاجة التانية برضو اللي مؤخرا برضو ابتدت تتعرف وتقريبا نفس الكلام واتعمل عليها برضو تقريبا 2 ريسيرش بس او 3، انا مش متذكر الصراحة، هو تونجا علي مش عارف اسمها ايه. المهم يعني هذا المنتج برضو اتعمل عليه نفس الريسيرش وبرضو باين حاجات ايجابية وبتاع، وبرضو المتوسط اللي هم بيتكلموا عليه ان هو يرفع التستوستيرون بتاعك طبيعي هو حوالي 70 نانو بتاع بير دسي بتاع لتر. المهم يعني دي كلها تعتبر ارقام قليلة لو انت حطيت في حساباتك كذا حاجة. واحد، ان مثلا الشخص اللي بياخد هرمون تستوستيرون بره هو تقريبا ممكن يوصل يعني بيكسر ال1000 وال2000. فانت بتتكلم ان هو لو كان شخص بادئ من 500 في نص السكيل وان هو يكسر ال1000، يعني مثلا بقى 1100 او 1200، انت بتتكلم ان هو على الاقل زاد 600. انت لسه بتتكلم في 90 و60 و70 الحته الصغيره دي. فدي حاجه لازم تبقى فاهم ان حتى لو المنتج هيرفع التستوستيرون هو برضو مش هيرفعه زي ما انت متخيل، يعني هيرفعه حاجه صغيره. اتنين، لو انت طبيعي جسمك في المتوسط الطبيعي بس انت في الجزء العالي من المتوسط الطبيعي غالبا مش هتشوف نتيجه. طيب هل ده معناته ان مفيش طريقه ان انت ترفع التستوستيرون بتاعك فيها طبيعي؟ الحقيقه هي فيه، بس هي مش سبلمنتس، هي مش حبايه سحر، هو شويه حاجات بسيطه انت هتعملها ومش هتتعب فيها، هترفع التستوستيرون بتاعك طبيعي. فانت لو عايز تعرف كل حاجه عن التستوستيرون روح شوف الفيديو اللي انا عملته اللي انا ضعفت فيه التستوستيرون بتاعي طبيعي من 300 ل 600. روح اتفرج، كلها حاجات سهله وبسيطه ومش هتكلفك فلوس وما فيهاش سبلمنتس. انا مش ببيع لك حاجه، انا بقول لك بس شويه تغييرات في حياتك هتعملها هترفع لك التستوستيرون بجد. دلوقتي بقى هنتكلم على السبلمنت اللي هو تقريبا الاشهر عند الستات، الفات بيرنر. انا مفيش واحده شافتني غير وهي بتقول لي مفيش فات بيرنر، مفيش مش عارف ايه. فمع الاسف اجابتي دايما برضو بتبقى نفس الحاجه اللي هو مفيش. علشان برضو تعال نقول تاني الفات بيرنرز شبه شويه التستوستيرون بوسترز، يعني فيها حاجه نفس الفكره كده. برضو بيبيع لك منتج مليان مكونات كتير وبيبقى فيه حاجات مركبات، فانت برضو لايص في النص ما فيهمش يعني مكون واحد انجريدينت واحد، سواء مثلا سي ال اي او بتاع او اي حاجه يعني من الحاجات اللي طلعت دي اللي هي ليها تاثير قوي جدا. فانت تحس ان هو انا هذا المنتج انا لو جبته بسبب مثلا ان هو فيه شاي اخضر انا هخس. عشان حتى الحاجات اللي زي الشاي الاخضر مثلا تاثيراتها على الخسسان في الريسيرش اللي عملوا عليه بقى، يعني ريسيرش بيورلي شاي اخضر بس، مش حاجه يعني مش حاجه تذكر، مش هو ده اللي هيخليك تخس. فانت يعني لو حد مثلا عنده مشكله في 10 كيلو، مش الشاي الاخضر اللي هيخليك تغير ال 10 كيلو. يعني الشاي الاخضر ممكن يساعدك نص ربع في المية حاجه كده يعني حاجه لا تذكر. فيعني لا، الحاجه التانية اللي بتبقى موجوده اللي بتساعد شويه ان الفات بيرنرز تبقى شغاله، وانا لما كنت بشتري فات بيرنرز كنت بجيبها من هذا السياق، هو ان الفات بيرنرز فيها كافيين. فانا ما كنتش بجيب الفات بيرنر علشان يخسسني، كنت بجيبه عشان الكافيين، عشان ببقى مثلا مش لاقي بري ورك اوت وانا عايز حاجه فيها كافيين، الفات بيرنر مليان كافيين هاته. فمش باخده عشان اخس، كنت باخده علشان ان انا اخد طاقه واستعمله ككافيين. يعني هي دي الفكره. وبرضه هقول لك حاجه هتحطم احلامك شويه بس مضطر اقولها لك، يعني ان حتى الناس اللي مثلا بتنزل مسرح واخده البادي بيلدينج ككارير حقيقي وبيستعملوا الهرمونات، حتى اقوى فات بيرنرز عندهم هم اللي هي اقوى فات بيرنرز على الكوكب بقى، اللي هو انت بتحط حياتك في خطر علشان تحرق دهون. حتى اقوى اتنين عندهم مش بالقوة اللي انت متخيلها. يعني هو برضو بيعمل دايت وبيعمل كارديو وبياكل وبيتمرن وبيطلع عينه عشان يوصل للمستوى ده. انت يعني ده اللي انا عايز اقوله. فيعني الى يومنا هذا مفيش غير فات بيرنر واحد تقريبا على الكوكب كله، اللي هم الناس اللي هم بتوع البطولات والمحترفين بيستعملوه، وانا مش ناوي اتكلم عنه قوي علشان الكاميرا فصلت. فبس عشان نقفل الحته بتاعت الفات بيرنرز كنت بقول ان انا مش هقول على اسم الفات بيرنر اللي ممكن يعرض حياتك للخطر عشان تخس، عشان الكفتين مش يعني تحط في كفه اعرض حياتك للخطر، الكفه التانيه ان انا اخس، يعني مش ربحانه. فانا مش هقول هو ايه ولا هقول اسمه، بس ده كل اللي انا هقوله عن الفات بيرنرز. وان انت لو عايز حاجه فعلا ليها علاقه بالفات بيرنر للدايت من غير ما تتعب، كارديو من غير ما تتعب برضه، او من غير ما تلعب كارديو ازاي تخس وكده، القناه بتاعتي دي كلها كل الحاجات دي ادخل اتفرج على كل الفيديوهات. انا متاكد انك هتلاقي حاجات تسهل عليك حياتك في الحته دي. ودلوقتي هنبدا بالسبلمنت الاقرب الى قلبي، هنسميه كاتيجوري ده البري ورك اوتس او الكافيين بمعنى اصح. فانا هتكلم دلوقتي على البري ورك اوتس وعلى الكافيين. طيب اول حاجه حابب اقولها ان هو الكافيين طبعا احنا كلنا عارفين دي شويه حاجات ليها علاقه بالفات بيرنينج، حاجات خفيفه. بس اهم حاجه الكافيين مشهور بيها وهو الطاقه، فعشان كده البري ورك اوت سبلمنت عامه بيبقى عباره عن كافيين كتير قوي، وبيحطوا عليه حاجات تانية. وهنا بقى طلع ستادي او دراسه مؤخرا
طلع اتنين، واحده سنه 22 وواحده سنه 24. عملوا ايه بقى؟ عملوا حاجه صايعه قوي، اللي هي بتاعت سنه 22 تقريبا. جابوا اتنين جروب من الناس وقاسوا الدراسه كلها، عملوها على اللي هو الليج اكستنشن، اللي هو الامامي، تمرينه الامامي وانت قاعد، وادوا ناس كافيين بس، وناس ادوهم كافيين ومعاه ارجانين، واكتشفوا ان الناس اللي خدت كافيين بس شافت نتيجه احسن، من ناحيه ان هم عرفوا يجيبوا اعداد زياده شويه. يعني كانت حاجه لا تذكر، كان فرق تقريبا عدتين او حاجه، بس ده اللي هم اكتشفوه. ودراسه تانية بقى 24 عملوا نفس الفكره، جابوا برضو جروب من الناس، بس المره دي قاسوهم على جهاز البنش البار. ناس ادوهم كافيين بس، وناس ادوهم كافيين وكان معاه حاجات تانية موجوده في اغلب البري ورك اوتس، زي البيتا الانين والارجانين والسيترولين، كل الحاجات الحلوه الفظيعه اللي احنا بنحبها دي كلنا. وبرضه اكتشفوا ان الناس اللي خدت كافيين بس شافت نتيجه اعلى شويه في عدد العدات من الناس اللي خدت الميكس بتاع الكافيين والحاجات اللي اقرب للبري ورك اوت. فباختصار شديد ده معناته ايه؟ ده معناته ان انت لو عايز حاجه بيور طاقه وتديك نتيجه في الجيم كعدات وكتمرين، كافيين. انت مش محتاج تشتري بري ورك اوت. وطبعا الكافيين لحسن حظنا كلنا موجوده في القهوه بكميات لطيفه. وعلى فكره عشان تبقى فاهم، بس لو انا فاكر الارقام صح، اون افريج كوبايه الاسبريسو الواحده فيها تقريبا 60 مللي جرام كافيين. وانت عشان تتمرن تمرينه كويسه، طبعا على حسب التولرنس بتاعك للكافيين قد ايه، يعني تحتاج من مثلا فوق ال 100 120 150 اب تو 200 250، اكتر من كده بس. ده اوبشن. الاوبشن التاني ان انت تروح اي محل سبلمنتس تجيب كافيين بيلز، وانا زمان كنت بعمل كده، بيبيعوا تابلتس او بيلز ما فيهاش حاجه غير كافيين، فانت متحكم جدا 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 في كميه الكافيين، رخيصه والحياه اسهل، وبك خلصنا كده، مش محتاج حاجه تاني. هل ده معناته ان انا بقول لك ما تجيبش بري ورك اوت او هات بري ورك اوت او يبعد عني؟ الامانه هي لا، انا كفهد ساظل من محبي البري ورك اوت، هفضل اشتري بري ورك اوت. انا فاهم دلوقتي ان انا لو عايز اشوف النتيجه صرف 100%، فانا محتاج اخد كافيين بس. بري ورك اوت عاده بيبقى فيه حاجات زي اللي هي الارجانين والسيترولين، الحاجات اللي هي اللطيفه اللي بتعمل بامب دي، فلما تخس شويه بتبقى العروق شكلها اصيع، البامب بتحس ان الدنيا الطف. فكاحساس بقى وانبساط بالتمرين ومزاج وكده، انا ساظل طول عمري بحبذ البري ورك اوت. هو اصبح جزء من الريتشوالز بتاعت التمرين، يعني جزء من ثقافتي وعادتي، او المود اللي انا بعمله عشان ابدا التمرين. بدخل الجيم باخد بري ورك اوت، يعني ده في دماغي السويتش، اللي هو احنا هننسى الواقع، احنا هنتمرن، خدت بري ورك اوت. فانا ساظل بحب البري ورك اوت. واخر سبلمنت هتكلم عليه، وده تقريبا اللي هو اول سبلمنت بيجي في دماغك لما كلمه سبلمنتس او مكملات غذائيه حد بيقولها كده، وهو الواي بروتين. وعشان الفيديو ده طول بما فيه الكفايه، فانا هتكلم باختصار جدا عن الواي بروتين. وهقول ان الواي بروتين واحد هو مش مهم، عشان بس تفتكر الموضوع ده. افتكر احنا بنقول ان الحلقه دي عن السبلمنتس او المكملات، يعني هي حاجه بتكمل، فانت مش محتاج. ده اول حاجه، بس عشان ما تحسش ان حياتك واقفه، او ان انت هيفوتك عضلات او حاجه في الجيم عشان انت معكش واي بروتين. لا عادي، حياتك هتمشي عادي، بياخد او بيستعمل واي بروتين هيشوف نتيجه زي اللي ما بيستعملش. بس ده مش معناته ان هو بامانه مش مفيد، مش بيريح، خصوصا لو انت مثلا مسافر ما لحقتش تعمل اكل، مستعجل، يومك كتير في الشارع مثلا، هتاخد معاك سكوب واي وهتمشي بيها امورك. حاجه بس اللي انا عايز اتكلم عليها قوي بقى دلوقتي، عشان انا بدات الحلقه ان انا بتكلم على ازاي شركات السبلمنتس ممكن تادفرتايز او تماركت لك الحاجه بطريقه ان انت ممكن يضحك عليك شويه. وهقول الواي بروتين زي ما احنا عارفين في منه انواع، وان طبعا في انواع زي ما احنا عرفنا في الاول الكميه بتتغش، فهو يقول لك ده فيه 20، وتكتشف في الاخر ان هو لا، ده فيه 3 جرام بس، وانت اتضحك عليك كل الحاجات الحلوه دي. فواحد، حاول تختار الشركات اللي هي المعروفه، الشركات الكبيره. ده مش معناته ان اي شركه ستارت اب او شركه جديده ان حاجاتها مغشوشه، خصوصا في مصر واللوكال براندز. انا مش قصدي كده، بالعكس، الحاجات دي ممكن تبقى كويسه وممكن تبقى احسن بكتير من الحاجات الكبيره، علشان هو بيحاول يعمل لنفسه اسم، فهو مش عايز يغشك، هو فعلا عايز يعمل حاجه كويسه. بس لو انت مثلا دخلت محل سبلمنتس، المحل ذات نفسه مش معروف، ولقيت براند جوه مش معروف، ولقيته ارخص من بقيه السبلمنتس، وعامل لك عليه اوفر، وفي حاجه غلط، يعني حاسس ان أنا خلاص كده خلصت، مش عارف اقول لك، يعني ما تجيبوش من الاخر، يعني ما تجيبوش، وخليك في الحاجات المعروفه دي. اول حاجه. تاني حاجه، قصة برضو طويلة مش هندخل في تفاصيلها، بس ليها علاقة بطريقة تصنيع الواي، اللي هو اللبن وبيستخرجوه واللاكتوز وازاي بيصنعوه في الآخر يبقى بودرة وكل الكلام ده. احنا عارفين ان الواي بروتين انواع، فعندنا مثلا كونسنتريت، ايزوليت، هيدرولايزد او الهيدرو، اي حاجة، عندنا انواع كتير قوي.
عشان تختار حاجه كويسه لجسمك وان انت تستفيد بيها، وان الواي بعد ما يوصل للنتيجه دي الشكل اللي هو بتاع البودره ده في الاخر، واحد حاول يبقى الواي ده مش قديم، يعني مش قريب من تاريخ الانتهاء، علشان بيبقى فقد شويه من قدرته ان جسمك يمتصه. ده اول حاجه، او يعني دي تبع الاولانيه. صعب طبعا، بس يعني حاول تبقى متاكد المكان اللي انت جايبه فيه بيخزن حاجه اتليست بطريقه كويسه، مش في الشمس ورطوبه وكل الحاجات الحلوه. اتنين، الواي بروتين لما تيجي تقلبه كده من ورا وتبص على النيوتريشن فاكتس او الليبل من ورا، بتلاقي فيه بروتين وفات وكارب زي اي حاجه في الدنيا. البروتين اللي فيه كارب كتير مش كويس، او مش احسن حاجه، او مش افيد حاجه. فدايما حاول تجيب الواي اللي فيه كاربز اقل، وكل ما الكاربز كانت اقل صفر كل ما كان احسن. ثلاثة، حاول تبعد عن الواي اللي هو الكونسنتريت. ليه؟ علشان عادة هو ده اللي فيه كمية الكاربز العالية، ليه علاقة بطريقة تصنيع الواي زي ما انا قلت في الاول كده. فيعني باختصار شديد حاول تبعد عن الكونسنتريت، ركز على الحاجات الاكتر اللي هي الايزوليت او الهيدرولايزد، وطبعا كل ما كان الكارب فيه اقل كل ما كان احسن. فانا دلوقتي كده هقول لك الست سبلمنتس اللي انا اتكلمت عليهم. من اول حاجه اصرف فيها فلوسك، لاخر حاجه ابعد عنها خالص، ما تصرفش فيها ولا جنيه. فاول حاجه طبعا تصرف فيها فلوسك وهو الكرياتين. الكرياتين زي ما قلت هات مونوهيدريت 5 جرام بس كده، مش محتاج اكتر من كده. اتنين، البري ورك اوت، او بمعنى اصح الكافيين. لو هتستثمر فلوسك في اتنين سبلمنتس هيوروك نتيجه، هو الكرياتين هتشوف نتيجه بعد 10 ايام مش هتحس بفرق، والبري ورك اوت او الكافيين هتحس بنتيجه دلوقتي. معكش فلوس خليك في كافيين بيلز، مش هيحصل حاجه. معكش قهوه عاديه زي الفل، انت انسان زي مثلا بتميل للتفاهه والبامب والحاجات دي، هات بري ورك اوت مش هيحصل حاجه برضه. رقم ثلاثة ده اصرف في فلوسك الواي بروتين، بس زي ما قلت خلي بالك هتضطر بس تركز شويه في الحاجات اللي انت بتشتريها، تتاكد من الشركه، تتاكد من المكان، تبص على الاكسبايري ديت تاريخ الانتهاء الحاجه. تختار الحاجه اللي ممكن تبقى شويه زي ما احنا عارفين، مثلا هيدرولايز اللي هو عاده بيبقى فيه زيرو كارب، بيبقى اغلى شويه من الواي العادي. بس عامه اوفرول الواي يعتبر ككميه اللي انت بتاخده يعني كمقابل، يعني سعره رخيص سعره كويس، فخليك مع الواي. بي سي ايز، برانشين امينو اسيدز والاسينشال امينو اسيدز وكل الحاجات الحلوه دي، يعني هقول لك لو معاك فلوس محيرك انت مش عارف تعمل فيها ايه وانت ناوي تصرفها في السبلمنتس، هات يعني هات. فاهم قصدي؟ مش هيخسر هو، يعني ومش هيفيدك بس مش هيخسر. فاهم قصدي؟ يعني انت لو بتظبط مواعيد اجلك وبتاخد معاك واي انت مش محتاج، بس يعني عايز تجيبه فانتازيا هاته. واخر اتنين سبلمنتس ما تفكرش ان انت تصرف فيهم فلوسك يعني خالص 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 خالص. هم طبعا الفات بيرنرز والتست بوسترز زي ما انا قلت ما لهمش لازمه، بيضحكوا عليكم 100%. يا ريت كان في حبايه او تابلت الواحد يقدر ياخدها التستوستيرون بتاعه يزيد ويخس دهون، بس مع الاسف هو ما فيش. بس كده. لو في اي سبلمنتس انت لسه عندك عليها اسئله انا ما اتكلمتش عليها النهارده عشان الفيديو ده طول بما فيه الكفايه، تبقى لي تحت في الكومنتات، ممكن اعمل حلقه تانية بريسيرش وحاجات خصيصا للسبلمنتس دي. وما تنساش تسبسكرايب، احنا دلوقتي حوالي 2200 سبسكرايبر، يعني خلاص فاضل على الحلم تكه، فاضل على ال 100000 سبسكرايبر 98000 بس. فسبسكرايب، احنا كلها ايام ونوصل لل 100000. ولايك وشير وكل الحاجات الحلوه دي، واشوفكم الفيديو الجاي.